ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. الفيديو اللي فات عملنا جولة في محلات حافظ مصطفى بتاع الحلويات. اكلنا مع بعض شوية حلويات كده، وقلت لكم على رأيي في الحاجات اللي اكلناها. النهاردة بقى مع بعض هناخد جولة بسيطة كده في محلات الفطاير والعيش الفينو والمخبوزات يعني، وهقول لكم بقى رأيي في الحاجات اللي اكلناها في اسطنبول بالنسبة للفطاير والبوريك والعيش الفينو بتاعهم وكده. الجولة الجاية إن شاء الله هنروح مع بعض البوسفور، هنتغدى وهنفطر الفطار والغدا يعني في البوسفور. والجولة الأخيرة بقى لينا إن شاء الله هتلفوا معايا كده علشان نشتري شوية حاجات لجهاز البنات وشوية أطباق صيني بقى وحاجات لزوم التصوير. ويا رب الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. يلا بقى نبدأ مع بعض. أولا دخلت محل للعيش الفينو والفطاير والمعجنات. العيش الفينو بتاعهم طبعا تحفة، حلو جدا، طعمه لذيذ جدا. ادي بقى اللي لقيته بقى الفطاير والبيتي فورات الساليزون الباتون ساليه الكرواسون، كله تحفة. الفطاير بتاعتهم او المعجنات بتاعتهم حقيقي جميلة قوي قوي قوي. من اكتر الحاجات اللي عجبتني كمان البوريك ده، العيش الفينو بتاعهم. هو تلاقيه كبير شوية، يعني بيتقطع اكتر من جزء كده، تقطعيه 3 4 اجزاء. وفي الشرطة اللي هي بالطول كده، كل العيش الفينو بتاعهم الشكل ده. طبعًا العيش الأبيض موجود والعيش السوري، وزي ما أنتم شايفين كده عيش شبه العيش الشمسي بتاعنا. أدي العيش الفينو هاوريه لِك بقى من قريب، أدي العيش الأبيض، العيش السوري، العيش الفينو بتاعهم هاوريه لِك بقى من قريب كده بالشرطة الطولية اللي فيه أهو، كله بقى نفس الإيه، نفس الشكل، وحقيقي هو حلو أوي، حلو أوي، أوي. مختلف عن العيش بتاعنا إن هو عريض وتخين شوية. ده بقى الحاجات الحلوة بقى، الفطاير الحلوة اللي بالشربات. شكلها جميل أوي وطعمها حلو أوي، أوي. من أحلى الحاجات اللي أكلناها اللي هي الفطاير المسكّرة دي، والبوريك باللحمة المفرومة، حلوة أوي، البوريك بتاعهم تحفة. وده السميط بتاعهم. البيتزا بتاعتهم ما عجبتنيش أوي، لإن هي فيها مشكلة كده هتشوفيها دلوقتي، إن هي العجينة بتاعتها رقيقة أوي. ده بقى البوريك أهو، ده شكله، وبيقطّعوا كده لمّا يعني حسب الطلب بقى، بيقطّعوا لحتت صغيّرة. بس هو من أحلى الحاجات اللي أكلناها البوريك باللحمة المفرومة، حلو أوي، أوي. آدي بقى البيتزا، شايفة العجينة بتاعتها مش زي عندنا، عندنا أتخن شوية وطعمها عندنا ألذ بكتير، لكن ده طبق البوريك لأ تحفة، ده ما لوش حل. والسميد بتاعهم برضه حلو أوي، هي طبعًا السميدة بتبقى مدوّرة كده، هُم بيقطّعوها برضه أجزاء زي نفس التقطيع بتاع البوريك. آدي البيتزا وآدي السميد مقطّعه أهو أجزاء كده صغيّرة. السميد بقى ده منتشر في تركيا بطريقة غريبة أوي، في كل الشوارع. تلاقي عربية السميد واقفة، يعني ما فيش شارع مشيت فيه إلا والعربية واقفة بتاعة السميد، عربية شيك صغنّنة كده ونضيفة، وواقفة في كل الشوارع، في كل يعني مثلًا آدي الشارع اللي إحنا ماشيين فيه أهو، يعني وأنا ماشية كده برضه لقيته على الإيه، على الناصية، في كل مكان. آدي عربية السميد، وهو طعم حقيقي ولذيذ أوي. يا رب الجولة النهارده تكون عجبتكم، وإن شاء الله بقى نتقابل في الجولة الجاية. إن شاء الله هنفطر وهنتغدى في البوسفور، وباي باي.